بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أيها الأحبة، آثار الذنوب والمعاصي. اسمع للنبي محمد قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. يا الله، اسمع. قال عليه الصلاة والسلام: فيجعلها الله هباء منثورا. تحبط هذه الحسنات، تضيع، توحيدي يضيع، صلاتي تضيع، صيامي وزكاتي وحجتي وعمرتي ونفقتي وقيامي بالليل وذكري واستغفاري وإحساني وبري، كل هذا يضيع. جبال حسنات تضيع، تصبح هباء منثورة. ليه؟ اسمع ماذا قال: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أسألكم بالله، كم تنتهك حرمات الملك في الليل والنهار على ظهر الأرض؟ ولولا حلم الله وستره لخسف بهؤلاء الذين ينتهكون حرماته ويتعدون حدوده. ما انت شفت فيلم واثنين وبقالك شهر وبقالك سنة وما انتش عاوز ترجع، والملك يسترك. هذا أكل الحرام، أخذ الرشوة مرة وعشرة، والملك يجبره ويستره فينسى. والآخر يأكل الربا من سنوات والملك يمهله فينسى. والرابع يزني بزوجة جاره أو صاحبه والملك يسترها ويستره فتنسى وينسى، ويتصور أن الذنب هين على الله، وأن الله لا يغار، وأن الله لا يغضب، فيتمادى المسكين في الذنب ويفعل الذنب بعد الذنب في الخلوة. فالعبد إذا انقطع قلبه عن ربه أقبلت سحائب البلاء والشرور عليه من كل ناحية، فيصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. والقلب إن أشرق بنور الإيمان أقبلت وفود الخيرات والبركات والرحمات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحب هذا القلب المشرق بنور الإيمان من طاعة إلى طاعة، ومن حسنة إلى حسنة، ومن فضل إلى فضل، حتى يسعد بالنظر إلى من تفضل عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى يتجرأ على الله في الخلوة ثم يجاهر بالمعصية. اسمع ماذا أقول: ثم يألف المعصية، يألفها، لا تؤثر الذنوب بعد ذلك في قلبي، لا يستحيي من الله ولا من الخلق أن يروه على المعصية. هو جالس على المقهى أو في الشارع أو في السوق الآن، وأمة محمد تصلي الجمعة، وهو منذ أكثر من مئات الجمع لا يستحيي من ربه ولا يستحيي من الخلق ولا من نفسه. فالجمعة بعد الجمعة بعد الجمعة وهو في السوق يبيع ويشتري، لا حياء من الله ولا من الخلق. ألف المعصية، صارت عادة قبيحة له. يسمع الأذان وأذن للظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو
ولا يتحرك. ألف المعصية لا يستحيي من ربه ولا من الخلق، وهذه تخرج عارية كشفت عن صدرها وعن عوراتها ولا تستحيي من ربها ولا من الخلق. ألفت المعصية. وهذا يأكل الربا ويأكل أموال اليتامى ويأكل الحرام ولا يستحيي من ربه ولا من الخلق. ألف المعصية. وهذا يشتم أمه ويسب أباه ويراه الناس من جيرانه ويعرف ذلك أصحابه ولا يستحيي من ربه ولا من الخلق. ألف المعصية. هذا يخشى عليه أن يختم على قلبه وأن يطبع على قلبه فيهلك في الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة. ألف المعصية خذلان وخسران في الدنيا والآخرة. ضاع الحياء من هذا العبد، ضاع حياؤه من ربه. أولئك الذين ترونهم على المعاصي يكررونها ويفعلونها برتابة، هؤلاء ألف المعصية فصارت المعصية بالنسبة إليهم عادة لا تجرح مشاعرهم. المؤمن والله الذي لا إله غيره لو نظر نظرة في الحرام بحيث لا يطلع عليه إلا الله، والله الذي لا إله غيره ينكس رأسه في الأرض بعدها خجلا وحياء من ربه. والله ينكس رأسه في الأرض خجلا وحياء من ربه، لأنه صاحب قلب حي يعرف جلال الله وعظمة الله. فلا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر في حق من عصى، ولكن انظر في حق من عصى. واسمع هذه مني وأرجو أن تحفظها أيها الحبيب اللبيب. أقول: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. بالله لا تنساها، بالله لا تنساها.